مين فينا ما سمعش عن شارع الشواربي؟ طب تعرفوا ان الشواربي باشا له اضخم وافخم واجمل عمارة في وسط البلد؟ والعمارة موجودة عند تقاطع شارعي 26 يوليو ورمسيس، واتبنت العمارة دي سنة 1925. واللي بيميز العمارة دي قبتها اللي بتحتل ركن المبنى، واللي موجود كمان حواليها الوجوه الفرعونية اللي بتزينها. واللي صمم العمارة دي واحد من أعظم مهندسي القاهرة، هو حبيب عيرون. وهي مجمع سكني بيضم 3 عماير، وما بين ال3 عماير دول ممرات زي ما احنا شايفين كده، واسم الممر ده الشواربي باشا. ومساحة العمارة حوالي 1835 متر. والطراز المعماري بتاعها اتصمم على نظام الفن الزخرفي أو الارت ديكيو. ومين هو الشواربي باشا اللي بنى العمارة الفخمة دي؟ شواربي باشا اتولد سنة 1841، وكان سياسي وثري مصري، وكانت له أراضي كتير، وتعين عضو في مجلس النواب سنة 1882، وكمان عضو في مجلس الشيوخ. وكانت له أعمال خيرية كتير زي مستشفى أليوب الخيري، وخصص أوقاف خيرية كتير ليه. كان له شارع مشهور جدا باسمه وهو شارع الشواربي. قلت بقى ايه اما اخدكم كده واروح على شارع الشواربي اشتري شوية حاجات، وانا ماشية كده فوجئت بعمارة خطيرة هقولها لكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. وعايزاكم بس تعملوا لي للفيديو لايك واكسبلور وتتابعوني، واشوفكم فيديوهات جديدة. باي باي.